السلام عليكم. أهم التفريزات اللي لازم تكون موجودة عندك سواء في رمضان أو غير رمضان. اتعبي بس نص ساعة وارتاحي باقي السنة. من النهاردة ما تشيليش هم تعبك لما تيجي تعملي سمك صيادية أو رز صيادية. معايا تقريبا كيلو من البصل، نضفته من القشر وغسلته وقطعته، وجبت الكبة الكبيرة بتاعتي عشان ياخد الكمية كلها. قطعت البصل وحطيته في الكبة بالشكل ده. لو كبة صغيرة حطيه على كذا مرة. هفرمه بقى لغاية ما يتقطع معايا كريهات. ما عندكيش كبة قطعيه بإيدك قطع صغيرة على البلانش بقى بالشكل ده. هجيب بقى الوك وهحط كمية كويسة من الزيت، يعني حوالي كوباية زيت أو كوباية ونص. الزيت اللي بنقلي فيه البصل ده أو أقصد بنحمر فيه البصل ده مش هنرميه، هنعمل بيه حاجات كتير. تقدري تعملي بيه رز الصيادية، تقدري تحتفظي بيه في برطمان وتعملي بيه حاجات كتير جدا. خلاص نزلت بقى كمية البصل كلها، ولو كتير تقدري تعملي لغاية 5 كيلو. تنزلي بقى بالبصل لغاية ما يبدأ يلون. لما يبدأ يلون هدي عليه النار. طبعا انت بتنزليه على نار عالية وبيكون الزيت سخن جدا اول ما بتنزلي البصل. وبعد كده لان طبعا البصل بينزل ميته، اما يبدأ يلون اللون بتاعه، يديك اللون الذهبي كده الفاتح، هدي بقى عليه النار شوية وسط بالشكل ده. خلي النار وسط يعني عشان لو واطي قوي هيشرب الزيت كله. خلاص بعد ما يوصل بقى للون ده، هاتي مصفى حطيها في حلة وحطي البصل بالزيت كله وصفيها. والزيت اللي هيطلع ده زي ما قلت لك مش هيترمى، هتحتفظي بيه وهتعملي بيه حاجات كتير. يعني علشان اننا هنا عامله كميه البصل صغيره، يعني كيلو او كيلو ونص تقريبا بالنظر كده، فكميه الزيت دي انا هعمل بيها الرز، ولو زياده هشيل منها. خلاص بعد ما تصفى وبرد هجيب بقى الكبه بتاعتي وهحط فيها البصل علشان اطحنه. بصوا بالشكل ده، وهقول لكم بقى طريقه طحنه ازاي، لان مهمه قوي طريقه الطحن بتاعت البصل دي. ليها تكنيك كده معين لازم تطحني بيه علشان يطلع مظبوط. حطيت مليت الكبه لغايه ما اتفرم شويه كده، تقومي تكملي عليه تاني. ما ينفعش شويات البصل اللي بتاع الصيادية لازم يكون مالي الكبة، عشان كده انا ما عملتهوش في الكبة الكبيرة، لان هيكون شوية صغيرين وهيتنطور كده في الجوانب ومش هيطحن كويس. لكن هنا كل ما بيقل بحط كمية البصل الباقية، وفي الاخر بطحنه كله لغاية ما يوصل عصير زي ما احنا شايفينه بالشكل ده. بقى معايا عصير بصل اسود زي ما احنا شايفين كده، يعني ما يبقاش فتات، علشان لما تيجي تعملي السمك الصيادية ما يبقاش فيه فتات كده وانت بتشربي الشوربه، او كمان ما تكونيش محتاجه ان انت تصفيها، فبتحطيه بيبقى عباره عن عصير. تعالوا بقى نعمل الرز مع بعض. جبت الحله ومعايا بصلتين وسط، قطعتهم كريهات، حطيتهم لغايه ما وصلوا لدرجه اللون البني الفاتح. نزلت ب3 طماطميات صغيرين، لو كبيره كفايه واحده، او وسط يبقى 2 بالشكل ده. حطيت البهارات بتاعتي بقى، عبارة عن رشة من الكمون بسيطة، ومعلقة صغيرة من بهارات السمك، معلقة صغيرة من الكركم، وكمان نص معلقة صغيرة من القرفة، ربع معلقة من القرنفل. حطي أي بهارات بقى أنت تحبيها تكون خاصة بالسمك. خلاص حطيت بقى الرز وهحمر بقى الرز كده لغاية ما اسمع صوته. هنزل بالمية، دول معايا 2.5 كوباية من الرز. هنزل بقى بالمية اللي هتغطي الرز معايا. ما ننساش زي ما قلت لكم تحطوا القرفة والقرنفل، لان القرفة والقرنفل بيخلوا طعم الرز الصيادية ده بيكون حلو جدا جدا. خلاص بعد ما غلي هديت عليه النار وتشرب كده. هديت عليه النار وبدأت اوسع من الجوانب عشان يستوي كله فوق زي تحت. تعال بقى نعمل السمك الصيادية. جبت حله وحطيت فيها ميه، ما فيهاش اي حاجه خالص غير ميه. سبتها تغلي ونزلت بمعلقه بصل. بصي بقى تقدري تتحكمي في اللون الحلو بقى كمان في تفريز البصل ده، انك بتقدري تتحكمي في اللون اللي انت عايزاه. ما بيطلعش معاكي صدفه زي ما انت هتحمري البصله تبقيش عارفه دي مظبوطه او مش مظبوطه. خلاص ده غير انه بيريحك طبعا زي ما قلت لك طول السنه. يعني انا حطيت معلقه، بعد ما غليت اتلاقيته محتاج تاني، رحت حاطه معلقه كمان تانيه بالشكل ده لغايه ما اوصل للدرجه او التقل للسمك اللي انا عايزاه او لون الميه اللي انا عايزاه. انا حطيت بقى هنا في ميه الصياديه دي ظبطت الملح بتاعي، وحطيت رشه من القرفه ورشه من القرنفل، مهم جدا بيخلي طعمها حلو قوي، ورشه بسيطه جدا من الكمون. لو خلاص وبهار السمك كمان مهم جدا. حطي كمان ربع معلقه صغيره.
واحدة من الطماطم وشيلي الجزء اللي فوق وقطعها 2 وحطيها في الشوربة، سيبيها تغلي معاها شوية بقى، يغلي كل الحاجات دي مع بعض شوية. ومعايا بقى واحدة براية قطعتها كده طرنشات زي ما احنا شايفين، طبعا غسلتها كويس وبعدين نزلت بيها في المية بعد ما غليت شوية بالمكونات اللي انا حطيتها. ما ننساش انا حطيت نص معلقة سكر كمان عشان يخلي طعمه حلو. ونزلت بقى بكل الكلام ده ولغاية السمك ما يستوي، وهنشيله بقى نشوفه مع بعض. يبقى انا كده عملت دي السكرات ده. يبقى نغرف الحاجات الجميلة اللي عملناها مع بعض دي النهاردة. خلص الرز وعملته بولة بالشكل ده، ودي السمك. افضل سمك تعملي بيه السمك الصيادية، اول حاجة الوقار، وده طبعا ما بقاش موجود دلوقتي، نادر جدا. تاني حاجة القاروص، تالت حاجة البوري. دول افضل انواع تعملي بيهم الشوربة الصيادية، بجد بتكون خطيرة جدا. يعني مهم نوع السمك. تعالوا بقى اول حاجة نغرف الشوربة. شايفين شكلها عامل ازاي؟ مش سودة بقى ولا غامقة ولا فيها فتات بصل، وانا طبعا زي ما قلت لكم انا ما صفيتش الشوربة، علشان كده عصير البصل ده بيطلع الشوربة بالشكل ده، بتكون بجد جميلة جدا والطعم مختلف قوي، غير لما بتحمري البصل او بتشيلي البصل ترميه. مع بعض احلى شوربة الصيادية والسمك الصيادية. وكمان عملنا الرز الصيادية. تقدري تعملي الرز الصيادية بنفس طريقة السمك اللي عملته، يعني تحطي مية وتحطي معلقتين بصل وتحطي الرز، لكن انا هنا علشان حابة ادخل فيه الطماطم، فعلشان كده ما عملتهوش بالبصل ده، عملت الرز بصل لوحده. لكن تقدري تعملي نفس طريقة السمك بالظبط، اللي هو تحطي مية وتحطي بصل وبعد كده تحطي الرز. يبقى عملتي الاتنين بالبصل الصيادية اللي عملناه مع بعض. شايفين بقى الجمال، السمك طري وجميل قد ايه مع الرز، بجد اكلة تحفة جدا. جربوها وقولوا لي رأيكم. اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد. سلام عليكم.